السلام عليكم. لونغ تايم نو سي. من بعد النتائج ديال الباك والنتائج ديال لافاك كتبقى تقول باللي صافي مستقبلي ضاع، ما جبتيش النقط اللي خاصك تجيب ولا ما جبتيش المعدل اللي غادي يخليك تمشي تكمل في الطريق اللي بغيتي ولا دير التخصص اللي بغيتي. في هذه المرحله هذه كتكون داير قدامك طريق وحده وكتكون كتفكر في حاجه وحده وكتقول باللي هذيك الحاجه هي اللي غادي تصوفيني وهي اللي غادي نعتق بها راسي. فملي ما كتمشيش الامور كيف ما مخطط ليها كيشدك الاحباط والياس وكتقول مستقبلي ضاع. حنا كنقراو باش نلقاو خدمه من الاخر، وبما ان الصالير عندنا زوين كنلقاو باللي في المتوسط الموظفين كيشدوا ما بين 5000 و 8000 درهم، وفي احسن الاحوال كيوصل الصالير ل 10000 درهم من بعد خبرات وترقيات وحوارات كتدي لك عمرك. الا خدينا ايديتور كيقاد تصور مصغره ديال يوتيوب انستغرام، على الاقل عنده التصويره ب 150 200 درهم، يعني يمكن يطلع الشهر ديالو ب 9000 10000 درهم على الاقل. الا خدينا ايديتور كيمونطي لي فيديو، على الاقل كيطلع الشهر ب 10000 درهم للفوق. الا خدينا سوشيال ميديا ماناجر، ما تجيكش غريبه هاد السميه هادي، حيت هادي خدمه كديرها كل نهار فابور، كتشد الباج ديال شي واحد وكتبدا تجاوب على لي ميساج ولي كومونتير وكتبوستي ابتداء من 5000 درهم للفوق. البرمجه بروغراماسيون، الطلب على المبرمجين كيتزاد نهار على نهار، والافاق اللي في البرمجه فوق ما كتصور، والناس كدير فيها ارقام كبيره اكثر من الطبيب واكثر من المهندس. هادشي غير شويه من بزاف، ولكن حنا كنعرفوا غير الوظيفه، حافظين 3 ولا 4 ديال الوظائف. فملي ما كتمشيش تقرا في ديك المدرسه اللي ملي غتخرج غتمشي تخدم وحده من هاد الوظائف هادي، كيشدك الاحباط والياس وكتفقد الامل في الحياه. ما تخيلش باللي هادشي اللي هضرنا عليه غيجي ما بين ليله ونهار. الا كنتي 12 العام كلها كتقراها غير باش تشد الباك، وزيد عليها 5 سنين باش تقرا واحد التخصص، وزيد عام على الاقل ديال لي ستاج باش تشد صالير عادي، فما تخيلش انك غتشد بيسي اليوم وغتقلب على الامثله اللي هضرنا عليها وغتبدا تدخل فلوس ديك الساعه. هذه مسارات باركور، خاصك تشد شي حاجه وتتعلم ليها ديال بصح، تغيش شغلك فيها وتجرب وتحاول وتطيح وتنوض حتى تعرف كيفاش تدخل فلوس من تماك. محتاج تركز بزاف على المهارات ديالك، محتاج تبقى تتعلم وتطور راسك في اي دومين. ورقم واحد في المهارات هي الانجليش، خاصك تتعلم الانجليزيه، حيت اي دومين بغيتي تتعلم له في الفريلانسين غادي تلقى 90% من المحتوى ديالو بالانجليزيه. ما كنقولكش الوظيفه ما صالحاش ولا ما ديرهاش، الوظيفه هي اسهل طريقه تصوفي بها راسك، ولكن ماشي هي احسن حاجه. ودير في بالك بان الطلب على الوظيفه غادي وكيقل، والطلب على العمل الحر غادي وكيزيد. فالا شديتي شي مهاره عليها الطلب وتقنتيها، من هنا 5 سنين غادي تكون كتدخل اكثر من هذيك الوظيفه اللي كان شادك الياس حيت ما جبتيش المعدل ديالها. سالي من هذا الفيديو وبدا تتعلم داكشي اللي يستاهل.